العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة جاية أقول لكم عبارة بتسمعوها لكن مش عارفين بتتقال إمتى وإيه حكايتها. عبارة من رابع المستحيلات. أما يكون الإنسان مر عليه ظروف صعبة جدا وصعبة اللي تتحل، يقولك من رابع المستحيلات. يعني كان في 3 قبل منهم. ايه هما ال3 قبل منهم؟ كان زمان عند العرب في الأساطير بتاعتهم الغول وطائر العنقاء والصديق الوفي. الغول ده كانوا مصورينه إن هو ضخم الجسم وشكله وحش وبيعيش في القبور وبيعيش في الصحاري وورا الجبال، وكان بياكل لحوم البشر بس محدش شافه ولا كان حتى بشر، يعني محدش شافه. ده من خيالهم في الأساطير بتاعتهم. تاني حاجة طائر العنقاء. ده طائر كبير قوي ليه جناحات كبيرة ورقبته طويلة وحواليها طوق أبيض وليه ريشتين فوق راسه كبار واصلين لظهره. الطائر ده عنده القدرة بعد ما يموت يرجع تاني، ومحدش برضو شافه من الأساطير بتاعتهم. أما تالت مستحيل الصديق الوفي، بس هم مبالغين فيه، يعني ما فيش صديق وفي. هم اللي قال الحكاية دي ساء الاختيار في صاحبه، يعني وقع في صاحب مستغل بيحب نفسه أناني. فدي ما تتعممش على الأصدقاء. رب أخ لم تلده أمك، يعني بيقول لك صديق يبقى واقف في جنبك في ظهرك، يعني ولا الأخ واقف معاك في أزماتك مادد إيد العون ليك. أما رابع مستحيل اللي انت شايفها مشكلتك انت. إذا كانت يعني بصيت على فيلا وعربية شكلهم حلو وتقول ده من رابع المستحيل اللي يكون عندي زيهم، أو خناقة على مراس مع اخواتك وقرايبك وحصل مقاطعة، هتقول من رابع المستحيلات اللي احنا نرجع تاني زي الأول ونصافى. أو لو عندك مشروع وحلم سعيت فيه مرة واتنين وما نجحش، وتقول من رابع المستحيلات إن هو ينجح. يا ولاد مفيش حاجة مستحيل في أيامنا دي، لازم تعملوا وتشتغلوا. النصر بيجي مع الصبر والشغل، مفيش حاجة بتيجي على طول. انت مش هتشتغل النهاردة هتلاقي نفسك كسبت ملايين بكرة. ده بيجي مع السنين والتعب والشقة. ربنا بيجبر على قد تعبك، ربنا بيجبرك. ما تقولش مستحيل أنا مش هيكون عندي العربية دي والفيلا دي. اسعى واشتغل وسيبها على الله، ومع الصبر هيجي النصر. يا حبايبي، ومع اللي إذا كان في خلافات ولا خصام ولا مقاطعة بين الإخوات ولا القرايب ولا الجيران، مع مرور الوقت والسنين بتبقى المشاكل دي خلاص دابت قديمة، زي ما كان عندك يعني بدلة أو فستان ومع السنين كلتها العتة وبقت قديمة، وترجع تقولوا احنا قعدنا نقاطع بعضنا السنين دي كلها على حاجات هايفة، والدنيا ترجع زي الأحسن من الأول وتتصالحوا. يا حبايبي، واللي عنده مشروع وحلم يا ولاد 1000 ميل بيبدأ بخطوة، وكترة السكوت تعلم الوقوف. ما تيأس، ما يبقاش عزمك ضعيف. اصبر على حلمك وعلى أملك هيتحقق. ربك إذا أعطى أدهش، ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. بس اسعى انت، اسعى لتحقيق حلمك، وما تقولش حاجة مستحيل زي ما قالوا العرب. دي كلها دي خرافات وأساطير ليس لها شيء من الصحة.
المستحيل اللي انت تقعد تتفرج على حلمك وقاعد واقف في مكانك وما تعملش اللي تسعى تحققه، هو ده المستحيل. ربنا ما بيديش كسلان ولا يعني نايم. النشيط اللي بيسعى اللي بيتعب في الآخر بيوصل. وياما قصص نجاح سمعنا عنها، بس كلها بالشغل والتعب، ومفيش حاجة اسمها مستحيل. امتى المستحيل؟ اما انا قاعد وما اشتغلش ولا بسعى لتحقيق حلمي واقول ده هو ده المستحيل. وإن عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.